الكيكة دي وهمية، كيكة الرواني بالكريمة، حاجة كده بجد تحفة. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتعجب ولادكم كمان. الشتا بيحب الحاجات الحلوة والحلويات والحاجات دي، تعمليها كده للفطار للعشاء، تاكلوها بعد مع الشاي في ساعة المغربية ساعة العصرية، بجد تحفة تحفة تحفة. آه هقول لكم على مقاديرها، هقول لكم ازاي نسويها، ازاي نعمل طبقة الكريمة التحفة دي، وازاي نزوقها كده. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا إيه هي المقادير بتاعتنا، وان شاء الله الوصفة سهلة وكل مقاديرها موجودة عندك في البيت. اول حاجة هنحط لها بيضتين 2 بس فقط لا غير. تمام. يعني احنا دايما بنحاول ان احنا نعمل إيه مقدار البيض في الكيكات او في الحاجات دي قليل، علشان خاطر البيض غالي والكلام ده، فاحنا بنوفر بقى ونقتصد كده شوية. فاحنا هنحط بيضتين 2 بس. تمام. طبعا كل المقادير زي ما متفقين لما بنيجي نعمل كيكات او حلويات عامة يعني، بس مش كل الحلويات، في حاجات بتبقى محتاجة ان احنا نعمل الحاجة ساقعة، بس الكيكات عامة لازما كل حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة او درجة حرارة المطبخ، ما تكونش ابدا من التلاجة، تطلعيها قبلها بساعتين من التلاجة وتحطيها بره في المطبخ علشان تقدري تستخدميها وتعملي بيها الكيكة بتاعتك. انا هنا ضربت البيض كويس، وبعد كده ضفت عليه كوباية سكر. تمام. كوباية سكر هنستعمل النهاردة برضو مج الشاي العادي خالص، مش هنستعمل اي حاجة تانية. تمام كده. اصلا يعني المج ده موجود عندنا في كل بيت، انا مش بستخدم اي كوبايه تانية واقول لك لا انت لازم تظبطي ولا كوبايه معياريه ولا الكلام ده، انا بقول لك مج الشاي العادي، اظن يعني ما فيهوش اي مشكله، متوفر عند كل الناس. حطيت انا هنا كوبايه بيضتين، كوبايه سكر، كوبايه زيت، وضربت كل الكلام ده. كل ما تحطي حاجه تضربيها كويس، بس رقصه السكر ما جاتش. تمام. اتحذفت. فانا بقول ان انا حطيت بيضتين الاول ضربتهم كويس، بعد كده حطيت عليهم كوبايه السكر، وبعد كده حطيت عليهم كوبايه الزيت، كله نفس الكوبايه اللي هي مج الشاي العادي. هنا بقى انا بقول لك ان انا حطيت كوبايه الحليب اللي هي كوبايه اللبن يعني، وحطيت عليها معلقه خل كبيره. تمام. حطيت معلقه خل كبيره وسبتها كده عبال ما خلصت انا المقادير دي، كانت عملت زي اللبن الرايب كده. اوكي. بعد كده انا نزلت كوبايه اللبن، يبقى انا نزلت الاول البيضتين وبعدين كوبايه السكر وقلبت، وبعد كده حطيت الزيت وضربت، وبعد كده حطيت اللبن وضربت مع الخل، وحطيت طبعا رشه فانيليا، يا اما فانيليا سايله يا اما فانيليا اللي هي السكر البواكي العاديه. تمام. حطيت بعد كده دلوقتي حطيت كوبايه دقيق بسبوسه، اللي هو دقيق السميد او دقيق السيمولينا، دقيق السميد او دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه، التلاتة واحد. تمام. هنحط منه كوبايه واحده بس بمج الشاي العادي. احنا كل مقاديرنا هنا موحده، يعني كل حاجه كوبايه 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 كوبايه. تمام. هنا حطيت كوبايه دقيق ومعلقه بيكنج باودر كبيره، كوبايه دقيق ومعلقه بيكنج باودر كبيره فقط لا غير. برضو ونخلت الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وبقلب المقادير دي كلها مع بعضها. نقول بقى المقادير تاني علشان ما ننساش. حطيت بيضتين بدرجه حراره الغرفه ضربتهم كويس، بعدين حطيت عليهم كوبايه سكر، وبعدين حطيت عليهم كوبايه زيت، ضربنا السكر الاول، بعدين حطينا الزيت وضربناه، بعد كده كوبايه الحليب، وبعد كده اللي عليها معلقه الخل، وبعد كده كوبايه دقيق بسبوسه اللي هو دقيق السيمولينا او دقيق السميد، بعد كده كوبايه دقيق عادي. وكل ده ضربناه كويس جدا بمضرب السلك، مش عايزين ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجه من الكلام ده كله. عندنا صينيه مقاس 26، انا دهنتها زبده، وبعد كده هنزل فيها المقادير اللي انا عملتها. الكيكه دي حلوه قوي، انت ممكن تستكفي بالمرحله دي يعني لغايه كده وتسويها، وبعد ما تطلعيها تسقيها بالشربات وتحطي عليها جوز الهند من فوق، تبقى كيكه رواني بس. لكن بقى لما تعملي عليها طبقة الكريمة اللي احنا هنعملها مع بعض دي، هتدخلك الكيكة يعني في نقطة تانية خالص، او في حتة تانية خالص، يعني هتخليها طعمها بجد تحفة. يعني هتعجب ولادك جدا، وهتبقى حاجة جديدة انت عملتيها، غيرتي من نوعية الكيكات اللي انت بتعمليها، او من نوعية الحاجة الحلوة اللي انت بتعمليها لولادك. تمام. انا هنا بقى حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد بالظبط معايا نص ساعة في الفرن. انا هنا بقى معايا معايا لبن، 3 كوبايات حليب، هحط عليهم 3 معالق نشا كبار، يعني كل كوبايه حليب معلقه نشا كبيره. هحط كمان معاهم هحط معاهم 3 معالق لبن بودر.
ده ممكن تستغني عنه لو مش متوفر عندك. اللبن البودرة ممكن تستغني عنه. تمام. بس اللبن البودرة يعني بيعلي التست كده، يعني كل حاجة هنحطها دلوقتي بتعلي التست. هحط كمان معلقة كريمة الباستري. كريمة الباستري يا جماعة بتبقى موجودة عند العطار، زيها زي كريمة الشانتيه بالظبط. برضو بتدي طعم حلو قوي لأي كريمة احنا بنعملها. بس لو مش متوفرة عندك ممكن تستغني عنها برضو زي اللبن البودرة، بس هي بتعلي التست كده بتاع الكريمة، بتخليها طعمها حلو. تمام. يبقى احنا حطينا لبن بودر 3، وواحدة بس كريمة الباستري، وهنحط كمان معلقة كريم شانتيه او معلقتين بس. يبقى هنقول تاني اللي احنا حطيناه للكريمة. حطيت 3 معالق حليب، حطيت 3 معالق نشا، حطيت كمان معلقة كريمة الباستري، 3 معالق لبن بودرة، حطيت كمان معلقة كريم شانتيه، و وبس. بلاش تحطوا معلقة كريمة لباني. لو عندك كريمة لباني اللي هي بودر ممكن تحطيها، مش موجودة خلاص، مش متوفرة، مفيش مشكلة خالص. يبقى هنكتفي بايه؟ بالكريمة الباستري وكريم شانتيه واللبن البودرة. طب ما عنديش كريم باستري وما عنديش كريم بتاع ده لبن بودرة، يبقى خلاص هنكتفي بالكريم شانتيه. اوكي. الكلام ده كله بقى هنحط طبعا معلقتين سكر او حسب الرغبة زي ما انتي عايزة عشان متبقاش مسكرة قوي. ممكن تحطي معلقة ونص سكر عشان متبقاش مسكرة قوي، حسب ما انتي عايزة يعني، لو انتي بتحبي السكريات عالية. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه، وهنرفعه على النار لغايه ما يتقل معانا ويبقى عامل زي المهلبيه الخفيفه. هبقى اوريه لكم. هنا بقى الكيكه بعد ما طلعت من الفرن بوريها لكم ان هي طريه ومستويه وجميله ولونها حلو قوي. ده الشربات عباره عن ايه؟ كوبايه سكر، كوبايه ميه، معلقه عسل كلاكوز، عصره ليمونه. طب انا ما عنديش عصره نص ليمونه، يعني مش الليمونه كامله. انا ما عنديش عسل كلاكوز، خلاص انا ممكن نحط معلقه عسل نحل. ما عنديش عسل نحل، خلاص يبقى مش هنحط اي حاجه. وهو بس كوبايه سكر، كوبايه ميه، وعليها عصرة الليمون. وهنحطه بعد الغليان، يعني اول ما يغلي كده العسل 5 دقايق ونطفي عليه على طول. تمام. لان هو زي البسبوسه كده، عايزين ايه؟ عسل خفيف. وهو الكيكه تبقى سخنه والعسل دافي. العسل دافي بس مش سخن. تمام. هنسقي بقى كده كل الكيكه، وبعد كده هننزل عليها بالكريمه اللي احنا عملناها. هوريكم برضو سمك الكريمه دلوقتي عشان تعرفوا تبقى عامله ازاي وقد ايه. كل ده على السخن، يعني الكريمه هتبقى سخنه برضو، وهننزلها على الكيكه برضو عادي جدا، مش هيحصل اي مشكله. وبعد كده هنسيبها لما تاخد درجه حراره المطبخ، وندخلها التلاجة لحد ما تجمد بقى وتسقع كده، وناكلها بالهنا والشفا. ما تقطعهاش ابدا 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 وهي سخنه، لازم تسيبيها في التلاجة، سيبيها تبرد بره وبعد كده تدخليها التلاجة. هتتماسك بقى، وكمان هيبقى طعمها حلو وهي ساقعه، بتبقى حلوه قوي. بصي بقى، انا بنزل بقى الكريمه، شايفه السمك بتاع الكريمه اهو، يعني ايه؟ هي هتتماسك، ومش هتبقى كده زي ما انت شايفاها سايله كده، لا هتتماسك وهتبقى جميله جدا. هتحطي كل الكميه 3 كوبايات اللبن حليب كلهم اللي احنا عملناهم، كل كميه الكريمه هنحطها. بس انا كده بقى هسيبها لغايه ما تبرد خالص وتاخد حراره المطبخ، وبعد كده هدخلها التلاجة. تمام. هنا بقى بعد ما بردت هبدأ ان انا ايه؟ اقطعها. هي كده بعد ما بردت هبدأ ان انا اقطعها، وبعد كده هتزوقيها زي ما انت عايزه. انا هنا هزوقها بايه؟ انا هنا هزوقها بجوز الهند والكريز. انت ممكن تحطي بندق بدل الكريز، ممكن تحطي سوداني بدل الكريز، اي حاجه، اي حاجه موجوده عندك، حته قطع شوكولاته، يعني الحاجه اللي ايه اللي انت حباها انت ممكن تزوقي بيها. التزويق ده بقى طبعا ايه؟ يرجع لذوقك واختيارك والحاجه اللي انت بتحبيها وولادك بيحبوها كده يعني. بس هي بصراحه الكريز مع جوز الهند بصراحه حلوه قوي معاها، يعني انا بقولك بالامانه يعني. بس كده بقى هنبدا بقى إيه نحط الكريز. احنا هنقطع الوحده الكريز نصين، ونزوق بقى بيها كده كل الصينيه. الاول هحط لها جوز الهند. تمام. هرش كده رشات جوز الهند عليها من فوق، وبعد كده ابدا احط فيها عليها الكريز.
ما بتاخدش اي وقت يا جماعه، بتستوي يعني بتتعمل بسرعه جدا. طعمها حلو قوي روعه. بصي انت عملتي صينيه كبيره تكفي عيله. لو عندك بقى ضيف جاي بقى ممكن تعمليها كده في السريع، تقدمها لضيوفك. حاجه كده بصراحه ايه جميله قوي. كل ضيوفك هيتوهموا منها يعني، هيقولك انت عاملاها ازاي. بجد هيسالوكي على الطريقه بتاعتها. وهتعجبهم جدا يعني. انت بس تجربيها وهي هتعجبك باذن الله، وهتعجب الاطفال كمان. بس كده بقى هنبدأ نحط بقى قطع الكريز زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما قلت لك ممكن تستبدلي الكريز باي حاجه تانية، وممكن تخليها كده من غير اي تزويق من فوق. بس انا بقولك بقى يعني ان انت بقى هتقدميها كده صينيه فخمه بقى لما تقدميها كده لضيوفك او تقدميها لاولادك. بجد حاجه حلوه يعني، ايه حاجه راقيه يعني. شايفه شكلها كده يفتح النفس بقى يعني. ايه انتي بتقولي لهم خدوا بصوا بقى شوفوا. يعني احنا مش هنشتري حاجه من بره تاني. الحلويات بالذات مش هنجيبها من بره، هنعملها دايما في البيت. بس شايفين بقى حلاوتها وجمالها. انا طبعا بشكر كل اللي كمل معايا الفيديو لغايه الاخر. وبقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل وصفات كتير حلوه جدا جدا جدا. مع السلامه.